لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عرفنا كل حاجة. عرفنا ان الزمالك مع المصري قبل النهائي 8 أغسطس. عرفنا ان الأهلي مع سموحة يوم 9 أغسطس إذا خرج من الدور قبل النهائي البطولة العربية. إذا ما خرجش وكمل هيبقى يوم 10 أغسطس. عرفنا ان النهائي هيبقى يوم 15 أغسطس في موعده المعلن من قبل طبعا، ودي ترتيبات خاصة طبعا بمنتخب مصر علشان طبعا استعداداتنا لمباراة أوغندا. وبالمناسبة خبر سعيد جدا ان مستر ميتشو المدير الفني لمنتخب أوغندا خلاص استقال ومشي، لانه الاتحاد الاوغندي ما عندوش فلوس يقبضه، فالراجل صبر عليهم 6 شهور وفي الاخر اخذ بعضه ومشي. طب ايه سعادة هذا الخبر؟ سعادة هذا الخبر ان الراجل ده كان عبقري مع أوغندا، عمل نتائج مذهلة. قدر يتعادل مع غانا في غانا، وقدر طبعا يكسب الكونغو عنده، ده طبيعي جدا، وكان هيمثل بالنسبة لنا بيتهيألي حجر عثرة. نتمنى يا رب ان شاء الله ان هو ما يقعدش تاني وما يرضوهوش، وهو مشي خلاص، وبالتالي بمشيئة الرحمن ان شاء الله يبقى احنا عندنا فرصة عظيمة ان احنا نفوز على أوغندا في المباراة القادمة اللي هي الذهاب، والعودة طبعا يبقى امر طبيعي جدا ان شاء الله، ونعبر لكاس العالم يا رب بإذن الله. سموحة هتبقى يوم 9 أو 10 أغسطس حسب موقف النادي الأهلي في البطولة العربية. هناك كلام من جانب نادي سموحة انه يعني بالنسبة للتحكيم، وهل هيبقى تحكيم مصري ولا اجنبي. فرج بعامر، مساء الانوار. مساء الانوار، ازيك يا مدحت بيه؟ يا رب تكون بخير. الحمد لله. حضرتك منور. نورك دايما يا فرج بيه. العفو يا مدحت. بالنسبة للمباراة دي هل حضرتك طلبت تحكيم اجنبي؟ لا، مصري. طيب هل هناك تحفظات على بعض الاسماء؟ احنا يعني هنبعت لاتحاد الكوره نقول له ان احنا نتمنى ان يعفينا من الكابتن ابراهيم نور الدين والكابتن محمود سمير عثمان. اوكي. يعني دايما كده بتيجي حظوظنا معاهم وحشه يعني. كده مش جميله مع سموحه، يعني دمنا تقيل عليهم. يعني احنا نتمنى، يعني طبعا الاهلي فريق عظيم، واخد بساتك، ما يقللش من قيمته ولا من شأنه هذا الكلام. نعم. بس يعني احنا يعني عشان بس نكون مرتاحين نفسيا يعني. تمام. طيب بس تكون نفسيتنا مرتاحه. تكون نفسيتكم مرتاح. اي حكم غير الاثنين دولت مع كل الاحترام ليهم تماما. بس بلاش الاثنين دول عشان حظنا معاهم وحش قوي. وطبعا عايز اقول لك هارد لك في اصابه احمد حسن مكي، انا مش عارف ايه الحكايه دي. ما اعرفش، عندنا والله للاسف الفتره اللي فاتت اتضح ان كان اللعيبه ما بتدخلش شيء، ما اعرفش هو بقى، انا مش عارف طبعا، اكيد في خطأ ما اقدرش اجزم بيه. هو اللي بيؤدي للاصابات المتكرره دي اكيد، لكن ما اقدرش اجزم بيه. وبعدين احنا مسلمين امرنا لربنا بقى، واحنا بنعمل اللي علينا والباقي ربنا يوفق ان شاء الله. اشتراكه بدأ الشغل يا فرج بيه؟ شغال من اول يوم جه وشغال ويعني راجل بيبذل مجهود، وان شاء الله هو شخصيه محترمه وعنده CV محترم قوي، ومعاه معاونين برضو اجانب موجودين معاه، مدرب احمال الماني ومدرب حراس مرمى الماني، ومع الدكتور ميمي عبد الرازق هو المدرب العام، وربنا يجيب الخير ان شاء الله. ممتاز. اخيرا هل في جديد بالنسبه للصفقات عندكم يا فرج بيه؟ لا، احنا جبنا ما جبناش ناس كتير، جبنا اللي هم اعلنا عنهم بس ما فضلناش الا راس حربه. يعني احنا جبنا وليد من الانتاج، وجبنا محمود معاذ ده كان في دمنهور، وجبنا ناصر ماهر اعاره، وجبنا وليد مسعد عوض حارس المرمى. يعني جبنا الصفقات اللي على، وجبنا الافريقي بتاع الانتاج الحربي اللي هو صفقه فري برضه حره، ومستنيين يجي لنا راس حربه جاي من بره يعني برضه افريقي على وشك ان هو يوصل. يعني هم المناطق الاماكن اللي احنا عندنا فيهم، وجبنا مساك برضه كويس جدا، يعني ان شاء الله هيكون اضافه مصري يعني، حد كويس، وباك شمال برضه ممتاز جدا في المنتخب الاولمبي، وبرضه حد سندر برضه اضيف برضه من المنتخب الاولمبي. يعني ان شاء الله الفرقه هتظهر بشكل افضل باذن الله. بتاع الانتاج اللي هو اوميدي اوكيري.
ايوه بالظبط. هو ده. تمام هو ده. تمام. هو ده. اتمنى لكم كل التوفيق يا فرج بيه. الله يخليك ويبارك في سيادتك. ربنا يخليك. اشكرك شكرا جزيلا. طبعا زي ما قلنا النادي الاهلي كابتن ايوب قعد مع صبري رحيل الباك ليفت زعلان ان هو ما بيلعبش وان هو لا يشارك، واللي اشترك في الماتشين اللي فاتوا كان حسين السيد. الاحتواء غضب الحاجات دي المفروض ان اللعيبه بقى خلاص بقى، يعني لعيب قديم وموجود وعارف، سيب الكوتش يشتغل براحته بلاش ضغوط. الاهلي بعت عرض رسمي لشراء مدافع سموحه محمود عزت، وانا نسيت والله اسال فرج بيه على الموضوع ده، لكن كان هو قال لي قبل كده انه مش هيفرط فيه، ما اعرفش بقى هل بالفعل هيحصل او لا. الاهلي بلغ بيدفست الجنوب افريقي والفيصلي الاردني برفض رحيل عمرو جمال ومؤمن زكريا بشكل نهائي عشان اللعيبه دماغها ما توجعهاش. كلام انه محمد حمدي زكي مهاجم الاهلي بيقترب من انتقال لسموحه في الموسم اللي جاي بعد اعلان اداره ناديه رفضوا الرحيل مجددا على سبيل الاعاره في الموسم الجديد. يمكن دي معظم اخبار النادي الاهلي خلال طبعا الاونه الاخيره. كل الكلام طبعا بيصب في النهايه في اتجاه طبعا البطوله العربيه بالنسبه للنادي الاهلي. مدرب حراس المرمى كابتن طارق سليمان في النادي الاهلي قال اطمئنوا قوي على مستوى محمد الشناوي، مش معنى ان هو اخطأ في هدف ان الدنيا تتقلب. طبعا عارفين الهدف اللي دخل فيه مرماه في المباراة اللي فاتت كان يعني هدف صعب شوية بتاع حسين ضاي الجزائري، لكن في النهاية هو طبعا يعني حارس مرمى مهم وواعد وموجود مع شريف إكرامي. أتصور الاثنين قادرين على حماية مرمى النادي الأهلي. عندي موضوع أخير الحقيقة مهم قوي خاص بالنادي الأهلي والجمعية العمومية واللجنة الأولمبية. الحقيقة الموضوع الأخير اللي هتكلم فيه موضوع يعني مثير للتساؤلات والتعجبات. النهارده تسريبة كده على المواقع دون خطابات رسمية للأندية انه بتعلن اللجنه الاولمبيه المصريه لانها اصدرت خطاب الى الانديه الرياضيه بشان اجراءات عقد الجمعيه العموميه الخاصه اعمالا لاحكام القانون مش عارف ايه وايه وايه وايه، حيث اهابت اللجنه فيه بالانديه الرياضيه وجوب مراعاه الاتي. خلي بالك: 1. ان تكون الدعوه للجمعيه الخاصه في المقر الرئيسي للنادي دون غيره. 2. ان يكون الانعقاد في يوم واحد. 3. أن تبدأ أعمال الجمعية من إجراءات التسجيل وإبداء رأي حول اللائحة من 9 صباحا حتى 7 مساء وفقا لما ورد تفصيلا بالخطاب المرفق. احنا عارفين النادي الأهلي كان عنده مطلب أنا شايفه عادل جدا. قال بما أن انتم مصرين أن احنا نجيب 12500 فخلينا نعمل الانتخاب مسألة التصويت على اللائحة الجديدة بتاعة النادي، نعملها في المقر الرئيسي ونعملها في المقر الآخر اللي هو بتاع مدينة نصر، عشان أدي فرصة حقيقية لأن كل الأعضاء يدلوا بدلوهم. أما أن أنت بتقول لي أعملها في يوم واحد وفي المقر الرئيسي بس، يعني أنت كده مصر أن أنت تمشي اللائحة الاسترشادية بتاعتك. النادي الأهلي كان اعترض بشدة على الموضوع ده وعمل لجنة قانونية، واللجنة القانونية أقرت بأن ده بيعتبر يعني تدخل حكومي وغير متوافق مع القانون وغير متوافق مع الأعراف الدولية والحكاية والرواية. وزارة الرياضة شافت ان بقت مأزق، بعتت تجيب بحسن مصطفى عشان يدي فتوى عشان الدنيا تمشي. انا بقول لحضراتكم بمنتهى الامانة ان هذا مطلب حق، ان انا اعمل اجتماع الجمعية العمومية في المقر الرئيسي والمقر الرفيع. ما دول اعضاء ودول اعضاء، دول مش ولاد البطة البيضة ودول ولاد البطة السوداء. وايه المشكلة ان انا اعملها على يومين عشان اضمن حضور اكبر عدد ممكن؟ انا في النهاية عايز ايه من القصة دي كلها؟ عايز تعبير حقيقي عن الجمعية العمومية، سيبني اوفر لك هذا التعبير الحقيقي. لكن انت النهارده لما تيجي تقول لي النادي الاهلي يعمل الجمعية العمومية في الجزيرة وعايز 12500، انا لو راجل رايح اصوت على لائحة ورحت لقيت الدنيا دي متقفلة، وانتوا عارفين موقع النادي الاهلي في الجزيرة على النيل يشيل عربيتين بالعافية، انا اروح بقى ماشي على رجلي عشان احط صوتي؟ ايه التعقيدات دي وايه الغرض منها؟ وانتوا عايزين ايه بالظبط؟ هل عايزين لائحة ولا مش عايزين لائحة؟
هل عايزين تمشوا اللي في دماغكم ولا عايزين تمشوا اللي في دماغ الجمعيه العموميه؟ رفقا يا ناس بالانديه، حرام عليكم، وخلي الناس تشتغل بحريه، وفي النهايه مفيش لوائح هتتحط اقصاء لحد، وفي النهايه انت عايز راي جمعيه عموميه، سيب الجمعيه العموميه تقول رايها بحريه. اللي حضرتك بتعمله ده اسمه تقييد للحريات. انا بتكلم بوضوح شديد جدا، ودينا سهرانين.